سمير عثمان محلل التحكيم في اكشن يا وليد، كان يجب طرد ساديو ماني بالبطاقة الحمراء لاستخدام قوة زائدة. طبعا حكم مباراة الأخدود والنصر شاف حالة ساديو ماني وانه يعني شافها، كان قريب منها، بس عنده سلطة تقديرية، هو راعى ظروف ساديو ماني. عنده هو ساديو ماني مباراة مهمة الجاية قدام الاتفاق، وغيابه عنها بشكل يعني خطر كبير على النصر، لأن ساديو ماني مهاجم ولاعب مهم، ويوم غاب عن النصر يوم كان بالبطولة الأفريقية النصر خسر كل مبارياته. فالحكم شاف ان ساديو ماني غيابه عن مباراة الاتفاق صعب على النصر، فما أعطاه لا كرت أصفر ولا كرت أحمر، لأن الحكم أساسا عنده سلطة تقديرية أنه يراعي ظروف اللاعب. إذا كان عنده ظروف مهمة ظروف غير ما همه يعني أنه تدخل بعنف أو غير عنف، لا في سلطة تقديرية ثانية عند الحكم، يعني هل يشوف اللاعب هذا هل يستحق كرت أحمر؟ عنده مباراة مهمة قادمة، النصر عنده مباراة مهمة قادمة مع الاتفاق صعبة يغيب عنها ساديو ماني، صعب. النصر عنده طموح يحقق الدوري، فغياب ساديو ماني مشكلة كبيرة على النصر. فالحكم راعى ظروف المهاجم عشان ما يعيدها مرة ثانية ولا يكررها، يعني اكيد انه اعطاه انذار شفوي، انتبه ترى بعطيك كرت. فساديو ماني كمل المباراة ولا اعطاه كرت، لا اصفر ولا احمر ولا اخضر ولا ازرق ولا اسود ولا ابيض، مشت زي سلام عليكم. فعادي يعني الدوري يحصل فيه ظروف، يحصل فيه اشياء، والنصر عنده مباراة مهمة مع الاتفاق، يعني لازم انهم يراعون ظروف النصر، لازم يراعون ظروف النصر بحاجة الى تحقيق الدوري، من زمان ما حقق الدوري. فغياب ساديو ماني عن المباراة الجاية قد يحرم النصر 3 نقاط، قد يتعادل مع الاتفاق، فالحكم راعى ظروفه. والحكم يعني صراحة من افضل المحكمين في الدوري، فلقطة مهمة ويشكر عليها، وشكرا لكم.